تعرف كم مرة تزوج ترامب؟ 3 مرات. معروف عن ترامب بالأوساط السياسية وبأمريكا تحديداً أنه نسونجي، بس الموضوع مو مجرد رقم. الموضوع أنه كل زواج كان فيها قصة، جدل، إعلام وفضيحة أكبر من اللي قبلها. ولا واحدة من هالقصص كان حب عادي، كان فيها خيانة، تسجيلات مسربة واتفاقيات مالية بالملايين. يعني حتى زواج أغلب الأحيان كانت صفقات. خليني أحكي لكم قصص زواجه بالتفصيل. اليوم رح نحكي عن نساء مش عاديات، 3 نساء دخلوا حياة رجل، بس كل واحدة طلعت منه بقصة مختلفة. هدول مو مجرد زوجات ترامب، هدول نساء قرروا يدخلوا غابة النرجسية، وكل واحدة طلعت بشيء: سلطة، شهرة، نجاة، أو انتقام. إيفانا ترامب الزوجة الأولى، تشيكية الأصل، بطلة تزلج سابقة، وامرأة ما بتخاف من السلطة. إيفانا ما كانت بس زوجة، كانت شريكته بالأعمال، مساهمة بالفنادق، مديرة لمشاريع، وأم لأولاده الكبار. كانت قوية، هذا الشيء كان عاجبه لترامب الأول، بس مع الوقت القوة صارت تهدده. هي نفسها قالت مرة: أنا عملت دونالد ترامب، بس لما صرت أنجح خاف مني. علاقتهم خلصت بخيانة واضحة وطلاق علني وصراع على النفوذ، بس رغم كل شيء ظلت علاقتها بأولاده وحتى بميراثه أقوى من أي شيء. إيفانا كانت المراية يلي ورجته حجمه لترامب، ولهيك كسرها. مارلا ميبلز الزوجة الثانية، الدراما كلها هون. مارلا كانت ممثلة مليانة عاطفة وحضور ناعم، بس صوت عالي وقت اللزوم. هي كانت الحب السريع، الغرام يلي إجا بعد الطلاق الأول واللي صار حديث الصحافة. قالت عنه مرة: ترامب بيعرف يعطي كل شيء، بس بده ياخد ضعف الشيء. زواجهم أكيد ما طول، حتى بنتهم تيفاني عاشت بعيدة عن الضوء فترة طويلة. مارلا كانت قصة قصيرة بس مليانة صخب، كأنها كانت تجربة ترامب مع العاطفة العشوائية يلي ما عرف كيف يتحملها. ميلانيا ترامب الزوجة الثالثة، وهون الصمت صار بطل الرواية. ميلانيا كانت مختلفة عن الكل، مهاجرة من سلوفينيا، عارضة أزياء وهادئة بشكل غريب. ما كانت درامية ولا شريكة بالإدارة ولا حتى متمردة، بس فيها شيء غامض، وصمتها مدروس ويدرس. من أول لحظة عرفت كيف تحمي حالها وتحافظ على صورتها، وحتى بفضائح ترامب كانت دايماً صامتة وموجودة بس بدون صدام. وفي ناس بيقولوا إنها ضحية، بس في ناس بيقولوا لا، هي عم تلعب اللعبة ببراعة. في فرق بين السكوت والانقياد، وميلانيا ما بيّنت أبداً أنها من النوع اللي بينقاد. كل زوجة منهم خاضت تجربة مختلفة مع نفس الرجل. إيفانا قاتلت، مارلا هربت، ميلانيا راقبت. بس السؤال الحقيقي: هل هن ضحايا ترامب؟ ولا هن النساء اختاروا يلعبوا دوره ويكملوا حياتهم بطريقتهم؟ ومين فيهم فعلاً كسبت اللعبة؟ مين فيهم برأيك كانت أذكى؟ مين يلي حبته فعلاً؟ ومين يلي دخلت العلاقة وعارفة أنه رح تطلع منها بشيء أكبر من الحب؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا حبيتوا نحكي أكثر عن حياة ترامب الخاصة استنونا بالجزء الثاني عن أخطر أسرار ترامب الشخصية يلي ما بيحكي عنها الإعلام.